بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقرة الثانية من المادة 279 تقول: إذا كانت جد مع أخوات، يعني أخوات شقيقات أو لأب، لم يعصبن بالذكور، ولا مع الفرع الوارث من الإناث، يعني مع البنت أو بنت الابن مهما نزلت، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب، يعني يكون هو عصبة وتكون الأخت أو الأخوات صاحبات فرض. فلو هلك المورث عن جد وأختين لأب، يعني الأختين نصيبهم الثلثين، الباقي ثلث يأخذه الجد تعصيبا. طيب لو كان في أخت شقيقة وجد، الأخت تأخذ النصف فرضها، الجد يأخذ النصف الباقي تعصيبا. طيب الفقرة الثالثة، وهي أخطر فقرة في الموضوع، تقول على أنه إذا كانت المقاسمة، يعني في الفقرة الأولى اللي نصت على المقاسمة، أو الإرث بالتعصيب الذي نص عليه القانون في الفقرة الثانية، تحرم الجد من الإرث، يعني أنه لا يبقى شيء للجد، أو تنقصه عن الثلث، اعتبر صاحب فرض الثلث. إذن حسب القانون السوري أقل فرض للجد هو الثلث، يعني إذا كان هناك ثلث يأخذه، أقل من الثلث يأخذ الثلث، لا يبقى شيء للجد يأخذ الثلث. أكثر من الثلث إذا نعطيه الأحظ، وهو النصيب الأعلى من الثلث. طيب الفقرة الرابعة تقول: لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب، يعني إذا اجتمع في المسألة إخوة أشقاء ذكور مع إخوة وأخوات لأب، فالأخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، ولا نحسب عدد الإخوة لأب على الجد إضرارا به. نتابع إن شاء الله في المقطع التالي.